ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل الكفته بالبطاطس البيوريه بطريقه سهله ولذيذه وهتعجبكم جدا، وفي نفس الوقت اقتصاديه جدا. مش هنستخدم اكتر من نص كيلو لحمه مفرومه وكيلو بطاطس. معاهم بقى بقدونس مفروم، بصله مفرومه وسط، 3 فصاص توم مفرومين، معلقتين زبده، معلقتين زيت. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وتوابل لحمه. بيضة واحدة، معلقتين بقسماط، صلصة طماطم، ونص كوباية جبنة موتزاريلا لتزيين الوش بتاع الصينية. هناخد البطاطس هنقشرها ونقطعها مكعبات كده وتغسليها كويس، وبعدين تغطيها بالمية الباردة وتحطي عليها معلقة صغيرة ملح وترفعي على النار. هنحط التوابل بتاعتنا كل حاجة نص معلقة صغيرة على اللحمة، معاهم معلقتين البقسماط ومعلقتين بقدونس والبيضة والثوم المفروم والبصل المفروم، وقلبيه بقى كويس كده بالسباتولا. بعد كده اعمليها بإيدِك كويس علشان كل المكونات تدخل في بعض كويس. بعد ما خلّصنا كده هنعملها على شكل كرات وسط، لا كبيرة ولا صغيرة، بالشكل ده كده. اعملي بقى الكمية كلّها وبعدين دخّليها التلاجة ترتاح بس ربع ساعة. بعد ما حطيناها في التلاجة ربع ساعة هتحطي في طاسة فيها معلقتين زيت على معلقتين زبدة، وهتبدئي تحمّري الكفتة بتاعتنا، وحاولي إن أنتِ تحمّري كل الجناب بتاعتها. هنشوف البطاطس السكينة ما دخلتش فيها بسهولة كده، هاسيبها 5 دقايق كمان، غطّيها وسيبيها 5 دقايق. حمّرنا بقى الكفتة أهي، كل جنب مش هياخد كتير، يعني دقيقتين على كل جنب كده، وبعدين هنطلّعها. هنحط بقى باقي الكمية، هو النُص كيلو هيتعمل على مرتين. حطينا أهو بقى الطاسة التانية، وبعدين هنشوف البطاطس بتاعتنا. المرة دي السكينة دخلت بسهولة أهي، هاصفّيها وهانزّلها واحطها في بولة، وحطيت عليها معلقتين زبدة و3 معالق بقدونس ونُص معلقة ملح ونُص معلقة فلفل أسود وبالهرّاسة واهرسيها كويس، ما تخلّيش فيها أي حاجة متكتلة. هنقلّب بقى الكفتة بتاعتنا، زي ما باقول لِك هي ما أخدتش أكتر من طاستين، يعني ما فيش مش هتاخد وقت معاكِ خالص. نطلّعها بقى أهي، وهنحط البطاطس البيوريه في الصينية، صينية بايركس أو أي صينية براحتك. افرديها بقى كويس كده، أنا فردتها بهراسة البطاطس كده، وبعدين تحطي الكفتة على الوش. هاحط عليها بقى صلصة طماطم، الصلصة دي أنا عاملاها معلقة زيت عليها كوباية طماطم، عصير طماطم، وحطيتها على البوتاجاز كده دقيقتين. ممكن تستعملي أنتِ صلصة طماطم اللي هي البرطمانات الجاهزة براحتك. حطيتها بقى على وش الكفتة كده ودخّلتها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني، وخلّيتها نُص ساعة. بعد كده لمّا طلعت حطيت عليها جبنة، بس للأسف هي ما اتصورتش، جبنة موتزاريلا، ودخّلتها الشواية 5 دقايق بالضبط، طلعت بالشكل ده. لو تحبي إنها تكون متماسكة أكتر سيبيها 5 دقايق لمّا تبرد، بس هي البطاطس لذيذة وهي سخنة. طالعة حلوة جدًا، طعمها جميل، زيّنت الوش كده بالبقدونس، زي ما باقول لِك طعمها جميل وريحتها حلوة أوي، وأكلة اقتصادية جدًا، وأكلات بقى تنفع لرمضان. كل سنة وأنتم طيبين، وبألف هنا. ولو عجبتِك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.